اهلا بيكم في حلقه جديده من مونديال الانديه مع جيمي. النهارده هنتكلم عن المجموعه الخامسه والسادسه. اول ماتش انتر ميلان وريفر بليت اللي خلص 2-0. الشوط الاول كان انتر ميلان راح بفرص، وريفر بليت راح بفرصتين ثلاثه ولكن ما حصلش حاجه. الشوط الثاني كان نقطه تحول في الماتش، طرد على لاعب ريفر بليت كوارتا، ودوت كان تاسع طرد في البطوله. بعد كده في اخر تلت ساعه جونين لانتر، اول جون اسباسيتو وتاني جون باستوني. جون باستوني حلو قوي يا جماعه، لازم تروحوا تشوفوه. بعد كده طرد لاعب ريفر بليت مونتيل، ودوت كان عاشر طرد في البطولة. نجم الماتش كان اسباسيتو لاعب انتر. الماتش التاني كان مونتيري واوراوا اللي خلص 4-0. الماتش دوت مونتيري كان بيشوط بس من بره 18، اول جون شوط من بره 18 عن طريق ديوسا. الجون التاني كان عن طريق بيرتريم. الجون التالت كان عن طريق كورونا من بره 18، وكان في كور كتير تانية من بره 18 حارس مرمى اوراوا صدها. الشوط التاني مونتيري فضل يضغط وجاب الجون الرابع في اخر الشوط عن طريق بيرتريم. نجم الماتش كان بيرتريم لاعب مونتيري اللي جاب جونين. ترتيب المجموعة انتر ميلان 7 نقط، مونتيري 5 نقط، ريفر بليت 4 نقط وخرج، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي، واوراوا 0. المجموعة السادسة اول ماتش فلومينينزي وصن داونز اللي خلص 0-0. ماتش كان ممل بصراحه. فلومينينزي كان عايز تعادل وصن داونز كان عايز يكسب بس ما عرفش يكسب. النجم الماتش كان مدافع فلومينينزي إجناسيو، ودوت كان سادس تعادل سلبي في البطوله. المباراه الثانيه كانت ما بين بروسيا دورتموند واولسن اللي خلصت 1-0. اللي سجل الجون سيفينسون لاعب بروسيا، بس الموضوع اللي البروسيا كان ممكن يكسب 4-5 في الماتش ده. جراسي ضيع اجوان، بلينجهام ضيع اجوان، كوتو في الشوط الثاني ضيع اجوان، وحارس اولسن صد كل الكور دي، كان عالمي بصراحه. نجم الماتش كان سيفينسون. ترتيب المجموعه بروسيا دورتموند 7، فلومينينسي 5، سان داونز 4 مش زي الناس اللي جابوا نقطتين، وبعد كده اولسن 0. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تظهر لكم الحلقات اول ما بننزلها. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.